قرر الحارس الجزائري غاية مرباح عدم الاستمرار مع نادي الرجاء الرياضي بعدما قامت إدارة الفريق بتجديد عقد الحارس أنس الزنيتي لعام إضافي. وكان غاية مرباح قد صبر كثيرا بعدما ظل يعتمد عليه المدربون الذين تعاقبوا على تدريب الرجاء في الحالات الاضطرارية المرتبطة بإصابة الزنيتي أو لأي سبب آخر. ويرى غاية أن هدفه الأول هو العودة لحراسة مرمى المنتخب الجزائري، والذي يمر عبر اللعب كأساسي مع فريق الرجاء واكتساب التنافسية، وهو الأمر الذي لن يجده في الرجاء في ظل وجود حارس متألق هو أنس زنيتي. وتشير المعلومات المنتشرة أن غاية مرباح توصل في الأسابيع القليلة الماضية بعروض من فرق مغربية وأخرى من الخليج. ومن الفرق الراغبة في انتداب غاية نجد الجيش الملكي ونهضة بركان والفتح الرياضي، التي هي في حاجة ماسة إلى حارس كبير من طينة غاية. هذا وينتهي العقد الذي يربط غاية مرباح مع فريق الرجاء الرياضي في صيف 2025، وهو الذي انتدبه في جانفي من عام 2022 في صفقة انتقال حر. وقدم غاية مرباح مستوى كبيرا في نصف الموسم الجاري مع فريق اتحاد طنجة، إذ ساهم بشكل كبير في قيادة الفريق إلى تفادي النزول إلى القسم الثاني وضمان البقاء بقسم الكبار بعدما قدم مباريات بطولية ودافع عن مرماه بكل بسالة.